محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير كشاف سورة الدخان جاء آية نها صحيفة دصادة. خدای تعالى وها أمرتك بسم الله الرحمن الرحيم بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. پیشیه دا آیت در باز بی که مشرک مکه اف قبول کربین که خدا خالق ارض و آسمان آیا خدای تعالی این کار واده که نش قلب خواه نش حقیقت گوتنا بل هم فی شک یلعبون دبیجه بلکی او بشبه دانا او ندراست یدانا یلعبون يعني دوي قوتنا خدا دليزن دوي قوتنا خدا نجدينا جديات وراستية تبليها بدكن خاپاندن دكن فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يا محمد خطاب البيغمبر عليه الصلاة والسلام ردكي الهديا با مشركة با وروجا كو آسمان دینن دوی دومانا کو اشکره بوی دومانا کو هر کس دبینه الوی در هنج مفسره کو وی دوخان علامت قیامت نزدیک قیامت معنی دکن اما اغلب مفسره و غلا و قتلغا کو پیشیا حرب بدره دا کو دناف مشرک مکه هدا چه بی پیغمبر لوان نفرق بله و روژا کو او دومان اشکره یعنی مقصد به روژا او غلا او قتلخ کو السر هوا دته ذکر مسبب یا اراده به سبب یعنی او قتلغا او نخوشیان بود به سبب دومانه یعنی چاوه هوا هنگی او هن برچید بینن ایدی هن دنیای تازه نافترین نابینن هر در جواره وکه دومانه لیده یخش الناس صفت و دخانه یخش الناس یعنی او سر تمام انسان وقتی که ام علامت قیامت معنی بکن عامد بیل سر تمام انسان هر کس جه تأثیر بینه یا نخواه یخش ابصارهم یعنی چاوه وا تارید که چاوه وا ضعیف ده که مقصد ناسه مشرک مکه چاوه وا تارید که جوه برچیدینه هذا عذاب علیم جوارت گوتن اف عذاب هنه که عذاب شدتلیه يعني ألموي شدتليا ربنا اكشف عنا العذاب وإنا مؤمنون أوجد بيجن يا ربي تجمع الزائل بك دي عذاب هنيكي قلت السر مراكي أما إيمان دينن خدای تعالى بشكل دي آيات تمام بكي أما ورن سر التفسير ثم رد أن يكونوا موقنين ثم رد يعني معناه بلد بيجيب أول جبنا إضرابيا خدای تعالى رد كركو أن يكونوا موقنين يعني كو أوا يقين كربي خالق أرض وآسمانا خدای تعالى في قوتنا جوا قبولنا كردك بقوله بل هم في شك يلعبون يعني خدای تعالى بدي إفادة كرن وأن إقرارهم غير صادرين عن علم وتيقن أو إقرار بخالق يا أرض آسمانا نج علم باورية شبية ولا عن جد وحقيقة نج جدية وحقيقة شبية بل قول مخلوط بهزء ولعب يعني راستي ونراستي حنك ويون وليستوك تبليها بكن بالجديات او قوتن باور نكرنا يوم
تأتي السماء بدخان مبين. يوما مفعول به، مفعول به ومرتقب يكو آتي هذي كرن أف يوميا يعني فارتقب بل دمك نظر فارتقب يوم يعني تلهيديا ويروجا كو آسمان دومان أشكر بينن تلهيديا ويروجا مرتقبة أو مرتقب أو روجا كو دخان تيني أو روش مرتقب. يوم يتاتي السماء مفعول به، مفعول به يوم تاتي السماء بدخان، يوم تاتي السماء فارتقب يوم تاتي السماء بدخان. بله يعني مقصد في النظر مفعول فارتقب. بله مفعول به أو مرتقب يعني مرتقب أو نكو ظرفا. بله يقال رقبته وارتقبته، بله نحو نظرته وانتظرته يعني باب افتعالي عين معنى فعلها متعدية ارتقبجك معنى رقبية والوقت يوم دبي مفعول به. واختلف في الدخان بله كأو دخان علامات قيامت بشا قيامت بحثا ويدك يان نخوة أبوكو الوقت مكيه واقع بي بحثا ويدك. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبه بذي عن عناد ذي روايته هناك أخذ الحسن حسن جي أف قوتن قبول كبيان وأنه دخان بل أف دخان هناك يأتي من السماء قبل يوم القيامة يعني قد بي علامات قيامته يدخل في أسماع الكفرة دبوه كافرة داخل دبيت كبه كافرة حتى يكون رأس الواحد منهم كالرأس الحنيزي حتى سري هر يكي جوا وكوي سري كو ام بيجن بياغا مازنه ويا سري كو هاتيا بجاندن يعني جي راحتسز دبي وكاكو جبر و دومان عاجز دبي بل حنيس هم معناه بيا خاطية وحنيس ويا معناه مشوية يعني دمك جي راحتسز دبي ويعتر المؤمن منه إصابته مؤمن دكي منه جوي دخانه كهيئة الزكام بوي دكري بشكل زكامه يعني بشكل قريب بشكل شبه بمؤمن دكري أو ضرر جنابين وكوية كافر. وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه تمام أرضه دبي وقت يعني الشريط دبي وقت شريط بعتيه صوركري يعني وصاد تشكي ترى نامينه يعني عقل دنگه فلان تشكي نامينه وصاد يعني وكز يعني جر راح تسز دبي بلي ولي جي خوشة يعني عقل وزانين تدا نامين بلي. وتكون الأرض كلها تمام أرض بلاد دبي تمام أرض دبي كبيت الأوقد فيه وكوي مالكو هاجر تدا هاتيا كرن هاتيا شوطاندن ليس فيه خصاص وكوتدا قلق هنا يعني ام بيجن او دومان يدي تمام مالي دا الخوجر فيها عام ديال سر تمام مالي اف دخانه هناك يجي سر تمام الدنيا بلاغ دبي درج بيفي دخانه نامية يعني اف دخان تمام الدنيا تجدك توكي كو تقول لك كي كو بيدا هارا تنا وكي خاني كو آگر پیکه و آگری حلیلن بیمانوی هر چیزی تریوی تابه چیزی بیمان تیز دست که نمی. بله.
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سلا السربي تاويلي جاري مساعدة بوكي سيدا إجا فارتقب يوم تأتي السماء ويقابي خطاب رسول الله رابا باريكيا ويقابي فارتقب يوم تأتي السماء هرقت انتظار جدا خطاب رسول الله مراد في إنسان شي إنسان ببراوه يعني موزر بيش يعني وي وقت أما عام جي بقرن أم نمو شركة جي بقرن يعني طبعا يعني فرتقيب مخاطبة فرتقيب يدخل بله يه مخاطبه وي بله فاعله وي ايكو جي فهم علمية شيء دبي او انتظار بك في ايه وهذا بله يعني بمين الهيجا بلا شافت وي روجيتي و خدا هر کس وی روزی کار به دنیای چیکلیا و جزایی و مکافات وی و بدیه يعني جمع من راوكي زكمك يلي وفات دكن وش مشرك راجي وكي سري بجامدي كو صوركيا بتر اوكي تف دومان وتف مجو هيجي تشكي عقل وفلان بيبان تشكي يعني انا ابي كورونا هيتشكي وصاني بو نا زيدا ابي شيء كورونا ني نشيدا شيء خدا تعالى كورونا اوي كيبو چيني شكل دنيا بلا اما ابي نكتو اي تشتكي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الآيات الدخان كما بحث كير ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعد عدن أبينا أبينا يا أبينا سيدة أبي أبيان تشتريا يعني أبيان جيتير شيك ياباني عدن ياباني مش بازاري شيك بازاري يمني شيك تسوق الناس أبنار هنيكي سوق عنصانا دكي إلى المحشر بالجه حشره قال حذيفة يا رسول الله وما الدخان پیغمبر فرسكت فتلا رسول الله الآية ويوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم وقال بيدقود يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 40 يوما وليلة تشرج شفاء الأرض دمينه أما المؤمن فيصيبه إصابته كهيئة الزكمة وكي شبهانك وكي زكمه وأما الكافر يعني فوق من اللي بله يه كافر فهو كالسكراني وسرخوش عليته يخرج من منخريه وأذنيه ودبوره تمام يقول كي بدن ويدا وكفو بناء بشلته وهما او دومان في دردا جه ببين فرصة بين جه در كبش دربا او جيش حرف طرف يشار قل كيوي او دومان در كبش. وعن ابن مسعود رضي الله عنه 5 قد مضى لجواب حديث السر في بسيطينه يعني كو اف ونبحث علامات قيامته بكي مقصدش بدخانه اب درباز يعني بنشتش درباز بينا الروم الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد غريب سيغلبون يعني كو فرسه غلبت الرومي كري وروم غلبت الفرسه بكي او درباز بيان وقت پیغمبر بشیر عليه الصلاه والسلام والدخان اف دخان هجي كو هجا المكيه قحط غلايا بله او غلايا والقمر انشقاق قمره والبطشة او امبيجن انتقام مازن يعني كو اوجي كي حرب بدري واللزام اوجي اشارة قال بدري بدكي يعني كو اسيري و هلاكا و قدوي روجدا چبيا ابه هنيك بيا لازمه و السرواد هاتيا ابن هنيك تب درباز بينا ويروى انه قيل لابن مسعود ان قاصا عند ابواب كندا جيرا قوتش ابن مسعود را يك قصة شي حكاية شي
البار درين كند شخل كرا واقص قانون يأتي يوم القيامة فيأخذ الذكر بأنفاس الخلق دنگی دته برینه من جمع دنگی من جمع لبامت برینه یاش باوشی نه حبكي كلمة تانية عاد بريني وأنا دنقي وفش ايه ده اما بامت برينه يا يقول إنه دخان يأتي يوم القيامة أو حكاية دكيش خلكرا وعزو قصة بيجي بحثوا في دخان كريا يقول يا دخان رجا قيامته فيأخذ بأنفاس الخلق بنفس دنگی سیدا تی برین یا خلقي فقال نفس بلي نظام يعني تشتيبهم متنا تصورون فيأخذ بأنفاس الخلق بلي فقال ابن مسعود قول من علم علما فليقل به النخوشي بهاد وأدي حكايتشي بحثا في دخان كليا كو دخان رجا قيامته معنا كليا الخوش ابن مسعود نهات يا جبروي قاسي قوتيا من علم علما فليقل به كاسكو علم البالة هذه بلا بيجي بلا سربز بيجي ومن لم يعلم يكون نظام به فليقل الله أعلم بلا وكت شاوت كو صدا راست به بلا وشكي نبيجي بلا حوالي خدي بكي حقيقته شما فإن من علم الرجل أن يقول بشيء لا يعلمه الله أعلم لو رأبجي علمه وقت كو يك تشتكي نظام به حوالي خدا بكي علميته ويتشتي وككو تمامي الراست به جبو نكش هي خدا ببيله حوالي خدا بكي بيجي الله أعلم باخو معنى لنبي أو شيء علمي إنسانية ثم قال إيدي ابن مسعود وصدقوا جوارة بيجي كأف دخان حقيقة دخان شيعة إن قريشا لما استعصت ثم قال ألا وسأحدثكم بلى ثم قال جوار قول ألا يعني وهي خب دمي از حقيقة في دخان شوارا بيجم كا دخان شو وقتيها وسأحدثكم بلى إن قريشا لما وقت قريشيان سر قوتناوي قبول نكرن دعا عليهم پیغمبر دعاء سرواكر دعا ليه وذكر فقال اللهم اجدد وطأتك على مضاء بله يا ربي يعني بخصتنا أخوة السر مدر شدت لي بكي يعني تعذبت شدت وقت يعني كيرن كيرن وكذا سر قبيلة مضر واجعلها عليهم يا ربي توي وطأتي وعذاب خدا السر دنگی ویتی برین البامل با و نای برینین ولا تبرين سيدا سيدة مالا جماعة الو بني أنظن مسشبكم وسأحدثكم إن قريشا لما استعصت على رسول الله دعا عليهم فقال اللهم اجدد وطأتك على مضار واجعلها عليهم سنين كسن يوسف تلسر بيخي غلا وصال غلا يقول سر يوسف دهاتي فأصابهم الجهد مشقت ونخوشي سر ودهات بموجب دعاء پیغمبر عليه الصلاة والسلام حتى أكلوا الجيفة والعلهزة حتى كو يدي حيوان مرار بي حيوان مري خارن وعليس خارن
علیز بجه خوین و پیسلکا دوال ناف هر بدان و دخستن فراغ دا گرم بکرن و دخارن که اوجی خارنک یاوی زمانی جبونا دوام کرنا سر برشیبینه قوتا سر برشیبینه یا وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان يعني بلكي دخوا حقته وندخان به اما هاو قسكو جاوه واش برچا قاری بینه این سیدات شکل به سپیه دوانا یه الهز بله که قالن تيدا قوتن هنا هند بجن ميمونا هند بجن يعني قوتن تيدا هنا بلي بارك وكان يحدث الرجل يعني يكير خبر دا فيسمع كلامه ولا يراه من الدخان جبركو الدخان هبي جسمه النبي فمشى إليه أبو سفيان ونفر معه شنو پیغمبر وناشدوه الله والرحمة پیغمبر دان صنده خدا دان صنده و يعني بالرحمة نبي صنده يعني بيوكي كجبو خدي جبو خدي وجبو مرات يعني قلت انت بدي خاطري خدي ورحمه يعني وكذا خاطري مرات بله ووعدوه بله پیغمبر را وعد دان إن دعا لهم وكشف عنهم جرى وعد دانكو أن يؤمنوا فلما كشف عنهم رجعوا إلى شركهم بسبب جرام بعض أصلها بدخان مبين ظاهرا حاله يعني لا يشك أحد في أنه دخان وللتمامي لا بربتشوف بي هر كسي زانيكو دخانه يغشى الناس السر معناك وأن بيجن علامات قيامتها أو دخان وقت يغشى الناس يعني يشملهم ويلبسهم فكا كفا دقرين وهو أب يخشى في محل الجر صفة لدخانه وهذا عذاب إلى قوله مؤمنون أب جملين هنيك منصوب المحل بفعل مضمر محل منصوب مفعول يجيبوا فعل مقدر وهو يقولون هذا عذاب ويا يقال هذا عذاب ويقولون منصوب على الحال أو الدبي أي قائلين ذلك يعني دبيجن هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون موعدة بالإيمان بلى أم وعدة بالإيمان إن كشف عنهم العذاب بلى وأن لهم الذكرى إذا وقتكو دعاء يا ربي تعذاب السر مراكا الله تعالى ودعاء راست نابنه أن لهم الذكرى وچاوا درسه جوی قاسی بگیرن وچاوا وعظ جه بگیرن حال وقد جاءهم رسول مبين پیغمبر کو بین الرسالة بین يعني معجزة میشوادانه و وعظ نگرتنا متعص نبینا وچاوا به غلهنه که متعص بدن ثم تولوا عنه هو بقل بيقصي اجداد پیغمبر بردان وقالوا معلمون ديسا جيقوتن پیغمبر معلمة اشترف بشر و جير بيتيا مجنون عقلي نتماما إنا كاشف العذاب قليلا خدای تعالى بيجيكو أن عذاب زمان كي هندك جيك السر وراكن إنكم عائدون يعني و ديسا بقرن بال وان قناه عودها يوم نبطش البطش شدا خالق دبكي سوكي كبسوز ذاك من عذاب الشر وان راكن وأوجي بقرن بال كسرق يعود إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يعني أما عذاب السر وراكن أما ديسا شيء
اوی فگر دیسا جی و او بگرن بال گناه خواه يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون نخوة جزاء ومازن دوي روجا مازن دايا يوم نبطش وروجا وأم عذاب بدن البطشة الكبرى وعذاب مازن إنا منتقمون يعني منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى أن لهم الذكرى يعني كيف يذكرون ويتشوى تذكر بكن ويتشوى جوارا بذكر ويبتعزون وجوارا بوعظ ويفون فيما وعدوه من الإيمان أو سوزا داين وسوزا خوا أو إيمانا ووفا بكن وبيك بينن عند كشف العذاب وقتهم عذاب سر وراكن حال وقد جاءهم وهو أعظم ثم استرج وراها جاءت إيماناننا نبينا خويا سوزا خوا وأعظم وأدخل في وجوب كشف الطوفاني تشتم مصدر وزحتر يعني قوته وهيا وزحتر جوارة بقوات كو تذكر كلمينا كو درس يرتبينا بله جا تشتم مصدر جي من كشف الدخانش كشفا إيماني تشتي قوة مجبوري الذكار الذكار بكي ومصدرش كشف عذاب هيا دوي نبگرانا بوي پوشمان نبينا ويتشاب بي پوشمان ببي وهو أبيكم مصدر وأدخلتر يعني تشيتر بوا بدي كرن أو تشيا ما ظهر على رسول الله من الآيات البينات جوا آيات بينة كو سردست پیغمبر ظاهر بين من الكتاب المعجزي في كتاب معجز وغيره من المعجزات بله فلم يذكروا أو بفي وعظ نقر وتولوا عنه إعراض كرش بيخنبار وبهتوه بمقيل كلم كأن عداجي غلاما أعجميا لبعض السقيفان غلام انش سقيفيابي قوتن عداس هو الذي علمه أوي تعليم بيخنبار كي نشترى في خداونا ونسبوه إلى الجنون ونسبته بيخنبار دان قال ديني كذا الو مثلا عداس جو كي پیغمبر جو طائفه فدگره هي يا دوت البن داري رودني ابو غلام آقای عداس جرا تريتني كي بدوي ملكي انيكا وجات عداس با پیغمبر تو خاصه تكيت تشكي دري لا بسم الله پیغمبر تبيشه يا بيش پیغمبر تشگنده حضرت يونس پیغمبر خديه جي پیغمبر إذا عداس بزياد كا إذا عداس بعلمان يعني تمام پیغمبرتیه دوی نیف ساعت دا الذکریه و نیف ساعت ذکریه خود چقدر منطقیه بله ثم قال إن كاشف العذاب قليلا بله إن كاشف العذاب وأم كشف عذاب بكنجي إنكم عائدون أم هندكي بي عذاب السر هوراكن جدي ساهين بقرة أي ريس ما نكشف عنكم العذاب شو وقت أم عذاب السر هوراكن تعودون إلى شرككم لا تلبسون خب الكشف فشتي كشف عذاب في الناسكن على ما أنتم عليه بين سر في حالة بوشمانية ناسكن أو ما أنتم عليه من التضرع والابتهال هو الرجوع بالخدا ذكر هو زرزار بالخدا ذكر بين سر وناسكن معلومة البدري وقت بيجي إن كاشف العذاب قليلا وقتك وأم دخان بخن علامات قيامته في وقت شوية بيجي هدي ذاتا توبة قبول نابه في وقت هرتش درباز بيا كاتشما خده قد يكو أم كشف عذاب بكن دي ساجي كي ناوة جرن توبة ناكن ويرسر ويبيجي فإن قلت كيف يستقيم على قول من جعل الدخان قبل يوم القيامة والدخان دخي قبل يوم القيامة بمعنى لدده إذا تشاوى مستقيمة دقل بمعنى هناك قوله إن كاشف العذاب قليلا شخوي وقت هدي وقيامة رابع هدي أو توبجك تشنابه قلت إذا أتت السماء بالدخان وقت أو دخان في شيء قيامة دوري
تضور المعذبون به بله بله او يكون عذاب كرم بدخانه يجي بغير هلاكته او معذبون او يكون عذاب كرم بدخانه من الكفار والمنافقين كفار ومنافقين وقت او دخن غير هلاكات وقالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يعني منيبون بله او دي صار زمان هيا فيكشفه الله عنه خدا وعذابي جوا كشف بك بعد 40 يوما شروجا السروة دهله شتي شروجا السروة إزالته فرئيس ما يكشفه عنه اما خدا كل سروة كشف جيكي بك يعني دكارن وي وقتي إيمان بين اما ديسا يرتدون بل مرتد بن ولا يتمهلون بله يعني أراجي كنادنه همن فايدة مرتد بن يعني مهلت نادي همن بيدا بدك بله ثم قال يوم نبطش البطشة الكبرى يريد يوم القيامة يعني وين رجاء قيامته كقوله تعالى فإذا جاء يعني بطش إن بطش ربك بطش لك يعني بالشدة راشتنا تشتكي كويدا عذابه أغضب شدة بالي يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى شاوكو يعني ديسا وصفه وروجة كبراتية أو ديسا البطشة الكبرى مقصد قيامته إن منتقمون يعني ننتقم منهم في يوم إجا كأب يوم متعلقة بشبايا منصوب بشيء فإن قلت بما انتصب يوم نبطشو قلت بما دل عليه إنا منتقمون متعلقة بتشتيق منتقمون إنا منتقمون فايدة دلالة السرويتك وهو أبوك إنا منتقمون دلالة السردك ننتقمون الوقت مفعول جبونا فعلا معزب كنا ننتقمون شما متعلق منتقمون مؤخر بناكن ولا يصح أن ينتصب بمنتقمون شما لأن إنا تحجب عن ذلك لو رأينا يعني عملناك أنبيجن خبري ومقدمة السر نابي شبر في قصة يعني إنا دبن مانعي ما بعد إنك ما قبل إنك عملنا اما دوا كتاب النحوي ده تيجي بيجن شبر كو ظرفة بيجن الظرفة وسعتها نورمال ده عملت كي يعني بالي وقت كو ظرف ده قبول كي وقرئ النبطشو بضم الطائي بالي بطش يبطشو وقرأ الحسن نبطشو شباب أفعل بضم النوني وقت كأنه يحمل الملائكة يعني حمل ملائكته بك على أن يبطشوا به البطشة الكبرى فكملائكة وعذابي ضدنوا أو يجعل البطشة الكبرى باطشة به يعني يوم نبطشوا قوي وذاك أن بدنا بطش كرنا يعني كي يوي قوي بطش كملائكة بطش يعني وي وقت مفعول محذوفة وملائكة أم ملائكة ضدن عذاب كرن الملائكة وين راح اشتنا من إنسان وان رادجنا وان إنسان الملائكة رادجنا ويا أو يجعل البطشة الكبرى بطشة به يعني أخوي يوم نبطش البطشة الكبرى بطشة أنا بخن مفعول به أم بوي بطشة الكبرى يعني أو قتل أو أمس عذاب أم بوي لدان الوادكن شدة السروات وي وقتي أبي باطشة أو بطشة الكبرى خويا نكو ملائكة وقيل البطشة الكبرى يوم بدر شوكو أغلب مفسرة إجباركو آيات بحثة مشركة مكيه دانا بطشة الكبرى مقصد بناق يوم تجدقرن رجا بدر بيدقرن السلبي بوتناكو ابن مسعود شكي أو حديث روايات كبيرة ولقد فتنا بس سيدا سيدا نبس بس تو ثاني
كيف أخونا هذا كي دريج بدي بس انا بس اصابكم الله خير كثيرا.